السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. واول حاجة احب اعتذر لكم على التأخير في نزول الفيديوهات الفترة اللي فاتت، بس زي ما انتم عارفين كان عندي امتحانات والحمد لله خلصت ورجعت لكم من تاني علشان نبدأ الشرح من تاني. وطبعا انا عارف ان في العاب وتطبيقات جديدة نزلت الفترة اللي فاتت، وانا كنت متابع كل حاجة واول باول، وكنت بنزل لكم كل حاجة على قناة التليجرام. فلو انت لسه مش مشترك في قناة التليجرام هتلاقي رابط القناة التليجرام في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت، علشان تفضل متابع اي لعبة او اي تطبيق ينزل جديد. انا بنزل اول حاجة على التليجرام، لان اللعبة اول ما بتنزل بيكون مدين لك فترة مؤقتة تقدر تسحب فيها العملة الخضراء بدون اي شروط، وهشرح لك ده كله برضه. وان شاء الله الفترة الجاية هتشوفوا فيديوهات وشرح كتير جدا لكل الالعاب والتطبيقات اللي نزلت واللي لسه ما عملتش عنها فيديوهات، فاستعدوا للمحتوى الجامد ان شاء الله. ولو انت جديد في القناة ما تنساش تدعمني باللايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتخليه على الكل علشان يوصلك اشعارات باي فيديو جديد انزله. وقبل ما نبدأ في الشرح ما تنساش تصلي على سيدنا محمد في التعليقات، ومش عايز اطول عليكم اكتر من كده، ويلا بينا نخش في الشرح بتاعنا على طول. وطبعا يا صديقي دي اللعبة اللي هشرحها ليك النهاردة. هسيب لك رابط تحميل اللعبة في اول تعليق مثبت، وكمان في صندوق الوصف، وبرضه هتلاقي على قناة التليجرام. هسيب لك رابط قناة التليجرام في اول تعليق مثبت وفي الوصف، علشان بينزل عليها كل حاجة اول باول. وقبل ما بنشر على قناة اليوتيوب بنشر على قناة التليجرام. ومع الروابط تحميل هتلاقي كود اسمه كود الدعوة. هتقول لي يا امير طب ايه فايدة كود الدعوة ده يا امير؟ هقول لك كود الدعوة دوت هتقدر تكسب من خلاله 55 جنيه من العملة الخضراء. وطبعا خلال الفيديو هشرح لك ازاي تجمع العملة الخضراء وازاي تجمع العملة الذهبية، وكمان ازاي تسحب الارباح من اللعبة خطوة بخطوة. وبعد ما تنزل اللعبة من الرابط اللي هسيبهولك سواء من اول تعليق مثبت او من صندوق الوصف او من قناة على التليجرام، هتدخل على اللعبة هيظهر لك تسجيل دخول، وتقدر تسجل سواء بحساب الفيسبوك او بحساب جوجل. وبعد ما تعمل تسجيل دخول هتظهر لك الواجهة الرئيسية للعبة. وما تقلقش من اي حاجة او من كتر الزراير الموجودة، لان هشرح لك كل زرار بكل التفاصيل بتاعت كل زرار، وهقول لك ايه الزراير المهمة اللي هتستخدمها وايه الحاجات اللي ملهاش لازمة وبالنسبة لك. وطبعا اللعبة فيها نوعين من العملات، العملة الخضراء والعملة الذهبية، واشرح لك ازاي تجمع الاتنين دول بكل سهولة، لان ده هدفنا الاساسي في كل فيديو انا بعمله. وكمان هوريك اثبات سحب من اللعبة وهل الفلوس وصلت ليا ولا لا، لكن كل ده هنشوفه في ايه اخر الفيديو. دلوقتي علشان ما اطولش عليك اكتر من كده يلا بينا نبدأ شرح اللعبة. واول حاجة لازم نعرفها ايه هي اللعبة اصلا. علشان تعرف هتضغط على كلمة بدء اللعبة، لكن قبل ما تضغط لازم اقول لك على حاجة مهمة جدا. انت بيكون لك 15 محاولة مجانية تقدر تلعب بيهم، وبعد ما يخلصوا اللعبة بتديك محاولات اضافية من خلال مشاهدة الاعلانات. يعني مثلا تشاهد اعلان واحد وتاخد 5 محاولات اضافية، واللعبة بتسمح لك انك تشاهد 10 اعلانات يوميا، وده معناه انك تقدر تاخد 50 محاولة اضافية من الاعلانات غير ال 15 محاولة الاساسيين اللي بينزلوا لك كل 24 ساعة. يعني في النهاية هيكون معاك 65 محاولة كل يوم تقدر تلعب بيهم، وطبعا المحاولات دي كلها بتتجدد كل 24 ساعة. ودلوقتي تعال نخش ونشوف اللعبة بنفسنا. واول حاجة هتعملها انك هتضغط على كلمة بدء اللعبة، وساعتها هيخصم منك محاولة واحدة. هيظهر لك الواجهة دي وهتلاقي فيه هوت كائنات عمالة تتشاجر مع بعض، يعني بالمصري كده بيضربوا بعض. كل اللي عليك انك تفصلهم عن بعض. اول طريقة انك تفصلهم من خلال المحاولات اللي هم مدينها ليك، اللي هم السهام دول، هم مديني سهمين. كل اللي عليك بس انك بتسحب من اليمين للشمال كده. بص زمان عامل كده كده انا فصلت اتنين عمت، لسه اتنين كمان عاملين يتخانقوا، فبتفصل برضو كده. كده انت كسبت المستوى تمام. وبعدين بتعمل تأكيد، وبكده تكون عرفت ايه هي اللعبة اصلا. دلوقتي بقى انا هشرح لك كل الزراير اللي قدامك دي، بس هشرحها لك زرار زرار. اول حاجة هنخش على زرار اسمه يدعو اللي هو في الاسفل ده، هنضغط عليه كده. من خلال الزرار ده تقدر تدعو اصدقاء وتكسب فلوس، وصديقك اللي انت بتدعوه هيكسب فلوس كمان. وهقول لك ازاي هو بيكسب فلوس وازاي انت بتكسب فلوس. اول حاجة علشان انت تعرف تكسب فلوس لازم تديله رابط الدعوة بتاعك الخاص بيك. يعني مثلا مش تقول له روح اعمل لعبة كذا، لا، كل شخص بيكون معاه رابط دعوة خاص بيه. يعني مثلا انا لو ضغطت على كلمة دعوة الان وعملت نسخ المحتوى
كده انا نسخت رابط الدعوه، لو جينا ضغطنا عليها كده هتلاقي رابط الدعوه موجود اهو، وموجود شويه كلام اهو. صديقك بقى لو هو ضغط على رابط الدعوه ده وجي حمل اللعبه من الرابط ده، انت بقى بتبدا تكسب فلوس، بس في حاله واحده فقط، ان هو لو نفذ القواعد دي. ايه هي القواعد دي؟ ان صاحبك كل ما بيجتاز كل 5 مستويات تبدا انت تكسب 53,000 من العمله الذهبيه والعمله الخضراء برضو، بس هما مش كاتبين قد ايه من العمله الخضراء. تمام، هو بيدنيك انت تكسب كل ما هو يعدي 5 مستويات. تمام، زي ما موجود قدامك بيقول لك اذا اجتاز صديقك المستوى الخامس فسوف تحصل على المبلغ ده، واذا اجتاز صديقك المستوى العاشر فسوف تحصل على المبلغ ده. ولو جيت بصيت في الاخر كده هتلاقي حاجه اسمها المرات 20 مكافاه، واحده لكل 5 مستويات بحد اقصى. يعني ايه الكلام اللي هو كاتبه ده؟ هو مش مرتبينه عامه. بيقول لك ان انت هتدانيك تاخد المكافآت دي، اللي هو يعني كل 5 مستويات تاخد المبلغ ده لمده 20 مكافاه. يعني هو موجود هوا في ريحك اهوت، اللي هو 1 2 3، اللي هو ال3 دول وفي غيرهم، يعني لمدة 20 مكافأة. فاهمني؟ دلوقتي بقى انت عرفت ازاي تدعو اصدقاء وازاي انت بتكسب فلوس. دلوقتي بقى الصديق اللي انت دعيته هو ازاي بيكسب فلوس؟ بص يا صديقي، انت اول حاجة بتبعت له حاجة اسمها كود الدعوة، زي اللي انا سايبه لك في صندوق الوصف في اول تعليق مثبت. ده هو كود الدعوة، اللي هو دعوة المعرف. لو بتضغط عليه كده هو بيتنسخ على طول زي ما موجود قدامك اهو. بتبعته لصديق. هو في طريقتين تقدر تحط بيهم كود الدعوة. اول طريقه صديقك بيخش على نفس الواجهه اللي احنا فيها دي، وبعدين بينزل تحت كده وبيجي على حاجه اسمها املأ المكافئه الهويه، بيضغط عليها كده وبعدين بيقول لك ادخل معرف دعوه الصديق هنا، وهو بيروح مدخل ايه بقى، مدخل الكود اللي انت لسه مديليه اللي هو الكود ده، وبعدين يعمل يقدم. بس طبعا الكود ده بتاعي فمش هينفع، هو بيجيب لك يعني ان ده مش هينفع، لازم كود شخص اخر، ما ينفعش تعمل الكود بتاعك. تمام، بعدين هنطلع كده الطريقه التانية اللي هو يقدر يخش بيها ويدخل بيها الاي دي، اللي هي الزرار ده اللي هو بتاع الاي دي ده برضه هو نفس الطريقه. تمام، وبكده اكون عرفتك ايه هو زرار دعوه الاصدقاء، وازاي تكسب فلوس من زرار دعوه الاصدقاء، وازاي صديقك يكسب فلوس من خلال دعوه الاصدقاء. تمام، هنضغط على السهم. تاني زرار بقى اللي هو اسمه المهام، لو ضغطنا عليه كده بيظهر لك المهام اليوميه، والمهام اليوميه ده انا شرحتها اصلا في كذا فيديو سابق، يعني ممكن تسمع الفيديوهات السابقه وانت هتلاقي فيها دي، بس انا هشرحها لك على السريع كده علشان ما اطولش عليك برضه. تمام، اول مهمه اللي هي تحميل والعب، انت بتعمل انهاء بعدين بيسمعك اعلان، بتيجي في اخر الاعلان واكنك هتخش وتحمل اللعبه، بتضغط على كلمه تثبيت فبتدخلك على متجر جوجل بلاي، وبعدين بتطلع من المتجر جوجل بلاي وبتخش على اللعبه تاني. كده انت نفذت مهمه تحميل والعب، انت بتنفذها مرتين. تمام، وطبعا كل ما بتنفذها مره وكل ما بيقول لك عد تنازلي لمده مش عارف كام دقيقه كده، 5 دقائق ده 3 دقائق، يعني كل الالعاب مش زي بعضيها. تمام، كده احنا عرفنا ازاي ننفذ المهمه اللي هي تحميل والعب. وبالنسبه لمهمه دعوه الاصدقاء اللي هي اول مهمه دي، فانا هعمل فيديو، وفيديو هيكون عالمي ان شاء الله ازاي تدعو اصدقاء بكل سهوله. يعني بص الفيديو هيكون عالمي، الفيديو هينزل بس بعد ما اشرح طبعا الالعاب اللي انا لسه ما شرحتهاش لك. تمام، بعدها تالت بقى مهمه اللي هي تحميل الانتهاء منه 5 مرات. لو ضغطت على كلمه لعب فهو بيظهر لك واجهه، الواجهه دي بتنتظر فيها لمده 60 ثانيه وبعدين بتطلع. فكده انت نفذت اول مهمه من المهام، تم الانتهاء منه 5 مرات، هو بيتنفذها 5 مرات. تمام، المهمه اللي بعد كده بقى اللي هي كل فيديو، كل فيديو اول ما بتضغط على كلمه انهاء فبيظهر لك اعلان، فبتسمع الاعلان. كده انت نفذت اول مهمه اللي هي من كل فيديو. تمام، انت بتنفذها 5 مرات. بعدها الفيديو اللي هي مقاطع الفيديو التراكميه، مقاطع الفيديو التراكميه ديت كل الفيديوهات اللي هي كل الاعلانات اللي انت سمعتها عامه في اللعبه، انت المفروض تسمع 10 اعلانات. يعني مهمه اللي هي بتاع كل فيديو اللي هي المفروض انت بتسمع 5 اعلانات، هي بتنضاف لك برضو في مقاطع الفيديو التراكميه. يعني انت لو نفذت المهمه دي هتنفذ نص المهمه دي، لان المهمه دي بتنفذها 10 مرات، يعني بتسمع 10 اعلانات وبيكون فاضل 10 اعلانات معاك. هنا مهمتين اللي هي تحميل والعب، يعني كده 5 و2 7، وكده انت هتكون نفذت 7 من ال10 دول بتاعت مقاطع الفيديو التراكميه، والثلاثه التانيين تنفذهم وانت بتلعب اللعبه عادي زي ما قلت لك كده في اول الفيديو. تمام، بعدها المهمه اللي بعدها اجتياز المستوى. اجتياز المستوى انت بتجتاز 20 مستوى، يعني بتدنيك تلعب اللعبه لمده 20 مستوى. والمهمه اللي بعدها اللي هي الوقت عبر الانترنت، بتدنيك لمده نص ساعه، وهي نص ساعه بالظبط، يعني بتدنيك تلعب اللعبه لمده نص ساعه. وعادي برضه يعني انت ممكن تلعب اللعبه 5 دقائق ترجع تطلع من اللعبه وتخش اللعبه تاني وتلعب كمان 5 دقائق، فهي بتتحسب لك. المهم انك بتشغلها في اليوم في خلال 24 ساعه، انك تشغلها نص ساعه اللي هي 30 دقيقه يعني. وبرضه في عندك فوق هنا اهوت عد تنازلي، العد التنازلي دوت لما بيخلص المهام دي كلها بتتجدد تاني. تمام، حتى لو انت نفذت مثلا النهارده نفذت المهام دي كلها، فطبعا مش هتعرف تنفذها مرتين في اليوم، هي مره واحده بس في اليوم، فبتنتظر
لحد بكره وبعدين بتنفذها كمان مره. تمام. وطبعا وانت بتنفذ المهام دي كلها في عندك هنا شريط اهوت اللي هو موجود قدامك ده، اللي هو الجايزات اللي انت بتستلمها برضو انت بتنفذ المهام اليوميه. كل ما بتنفذ مهمه من المهام اليوميه الشريط بيبدا يكبر 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 لحد ما بتنفذ المهام كلها، فالشريط بتبدا تستلم الجايزات دي كلها. تمام. وبرضو في زرار فوق اهوت اسمه التجميع التلقائي. يعني ايه التجميع التلقائي؟ يعني انا دلوقتي مفعلها. تمام. هي المفروض ما بتجيش متفعله زي كده، فانت بتفعلها، بس عشان تفعلها لازم تدعو 10 اصدقاء. دي بقى تفيدك في ايه؟ تفيدك لو اي مثلا انت دعيت اصدقاء، فطبعا كل صديق انت بتدعوه بتاخد عليه جايزه، فهو بيستلم لك الجايزه على طول. او لما بتيجي تنفذ اي مهمه من المهام دي فهو بيستلم لك الجايزه على طول. مش لازم يعني انت تعمل استلام، انت عليك تنفذ المهام بس. وبعدين هنضغط على السهم ده علشان نكمل شرح في اللعبه. في بقى زرار بعده اسمه بدل الوساطه. بدل الوساطه دوت لو ضغطنا عليه كده، وهنا بقى تقدر تجمع العمله الخضراء. وعندك اول حاجه اهوت بيقول لك العب 150 مستوى. انا طبعا لاعب 133 مستوى. بعد ما بتلعب 150 مستوى فبتستلم ال 55 من العمله الخضراء وهكذا. بس طبعا هو مش هيقول لك على طول العب 150، وهيجيبها لك تدريجيا. ممكن يقول لك العب 10، العب 5، العب 20، العب 30. فانا لعبت يعني في اللعبه وقدرت ان اجمع فلوس من اللعبه، وهوريك برضو كل حاجه في الفيديو ده. تمام. انت برضو بدنيك تجمع وتستلم الفلوس العمله الخضراء دي كلها. تمام. وبعدين هنضغط على السهم ده علشان نكمل شرح. رابع زرار بقى اللي هو الزرار ده هتضغط عليه كده، اسمه الساعة الرملية للعملات الذهبية. الساعة الرملية للعملات الذهبية دي العملات الذهبية اللي انت بتكسبها وانت بتلعب اللعبة. يعني مثلا انا لو طلعت كده وجيت بصيت على العملة الذهبية عند دوت، هو مكتوب فوق كام؟ 17 ام، يعني 17 مليون. المفروض يبقى معاه 17. لما جيت دخلت قال لي زيرو. زيرو ليه بقى؟ انا هقول لك. ده اللي هو 17 ام ده موجودة عندي في الساعة الرملية، اللي هي الساعة دي اللي هو الزرار ده، يعني موجودة زي ما قدامك اهوت 16 ام، يعني داخل على 17 ام، يعني 17 مليون 16 مليون حسب. برضه هقول لك برضه كل حاجه ان شاء الله. وطبعا علشان تعرف تفتح اللي هي الساعه الرمليه دي وتستلم فلوسك اللي هي العمله الذهبيه لازم تجتاز 200 مستوى. انا طبعا مجتاز 133 مستوى زي ما موجود قدامك اهو. وطبعا لو قريت ده كله هتفهم كل حاجه. تمام. وهنطلع تاني من الساعه الرمليه، وبعدين هنخش على الزرار اللي بعده اللي هو الزرار ده. هنضغط عليه هيظهر لك الواجهه دي. والواجهه دي علشان تعرف تستلم الجايزات اللي موجوده قدامك دي كلها لازم تجمع حاجه اسمها قسيمه اعلانيه. قسيمه اعلانيه دي انت بتجمعها منين؟ انا طبعا موجود معايا الصفر من القسائم الاعلانيه. القسائم الاعلانيه دي انت بتجمعها منين؟ انت عندك طريقتين تقدر تجمع بهم القسيمه الاعلانيه. اول طريقه انك تشاهد اعلانات، يعني مثلا وانت بتنفذ المهام اليوميه طبعا انت هتسمع حوالي 15 اعلان، فهتاخد على كل اعلان واحده قسيمه اعلانيه. تمام. تاني طريقة اللي هو الزرار اللي هم عاملينه ليك اللي هي المزيد من القسائم الاعلانات. هنا في حاجة اسمها استلام قسائم الاعلانات اللي هي موجودة قدامك دي. الزرار ده لو ضغطت عليه هيظهر لك اعلان، ومقابل ما بتسمع الاعلان هتكسب من 2 ل 3 من اللي هي القسائم الاعلانية. يعني مثلا لو انا شاهدت اعلان ممكن يكسبوني على الاعلان الواحد قسيمة او 2 او 3، يعني حسب برضه. بس هم في الحد الاقصى يعني 3 قسائم، والاقل قسمتين او واحدة. وطبعا انت تقدر تنفذ الزرار ده 5 مرات في اليوم. وطبعا في عد تنازلي موجود فوق اهوت علشان يعرفك يعني فاضل لي 18 ساعة واليوم يخلص، ويبدأ ينفذ ليك المهمة دي تاني اللي هي بتاعت المزيد من القسائم الاعلانات. وطبعا علشان تعرف تستلم الجائزات دي كلها بعد ما بتجمع بقى قسائم الاعلانات اللي انا قلت لك عليها، طبعا هنا بيقول لك استلام مرة واحدة بياخد منك قسيمة مقابل انك تستلم جائزة واحدة فقط. والجائزات اللي بتكون موجودة دي بتجي لك عشوائي، مش اللي هي مثلا انت بتختار جائزة معينة، لا هي بتجي لك عشوائي. وهنا بيقول لك استلام 10 مرات، يعني انت هياخد منك 8 من القسائم الاعلانيه ويخليك تستلم 10 مرات. اول ما بتضغط بيبدا يستلم لك 10 جايزات. تمام. وطبعا لو نزلنا تحت شويه كده هتلاقي حاجه اسمها مكافئات الدعوه. بيقول لك تتم دعوه 100 شخص، يعني لو دعيت 100 شخص تبدا تستلم القسائم الاعلانيه دي كلها اللي هي 30 قسيمة. لو دعيت 25 شخص 30 قسيمة. لو دعيت 50 شخص، لو دعيت 75 شخص تاخد 30 قسيمة. 100 شخص تاخد 30 قسيمة. لو جمعتهم كلهم هيطلعوا لك 120 قسيمة، اللي هو يعني 100 شخص هتاخد مقابلهم 120 قسيمة. بعدين هنطلع تاني كده،
وهنخش على الزرار اللي بعده اللي هو الزرار ده زرار المسابقات. يعني بيكون في مسابقات في اللعبة، يعني مثلا عندك مسابقات يعني مثلا انا مش في المسابقة دي خالص، في ناس تانية موجودة هيت في المسابقة، في ناس بتتسابق وبتكسب فلوس برضه في اللعبة من خلال المسابقة دي، والحاجات دي كلها بشرحها لك في فيديو تاني. تمام. وطبعا في عندي جات لي جايزة هنا هيت اللي هي العملة الخضراء اللي هي معمول عليها النقطة دي، لو ضغطت عليها كده انا هستلم عملة خضراء، استلمت 25. دي جايزة جايه لي عادي. وانت برضه علشان تخش المسابقة دي عشان تكون عارف لازم يكون معاك نجوم، اللي هي النجوم دي. طبعا انا ما معيش ولا نجمه، معايا 0 نجمه زي ما موجود قدامك اهو. وطبعا انا لو دخلت المسابقه هبقى اعمل لك فيديو شرح. تمام. بعدين هنضغط على السهم ده تاني عشان اكمل لك شرح. طبعا الزراير اللي قصادهم على طول دول اللي هو زرار الاي دي والزرارين بتوع المكافئتين دول ما لهمش اي لازمه. الزرارين دول هو زرار الاي دي بس اللي انت تدخل فيه الاي دي بتاعك زي ما وريتك، اما الزرارين اللي فوقهم فهم ما لهمش لازمه اصلا. وبكده اكون شرحت لك اللعبه كلها. فاضل لي حاجتين بس اللي هي العمله الخضراء والعمله الذهبيه. اول حاجه هنخش على العمله الذهبيه، هنضغط على العمله الذهبيه كده. طبعا العمله الذهبيه بيقول لك في قاعده اساسيه اللي هو الواحد مليون من العمله الذهبيه، وطبعا الواحد مليون من العمله الذهبيه دي مقابلها 10 جنيه. يعني انت بتجمع 1 مليون من العمله الذهبيه وبتاخد قصادهم 10 جنيه، يعني ال 16 مليون اللي انا لسه قايل لك عليهم بتاخد عليهم 16 جنيه. وطبعا طرق السحب اللي موجوده لو ضغطنا عليها كده هيظهر لك طرق السحب الموجوده هيت فودافون، اتصالات، اورنج، والبيبال لو انت من بره مصر او من جوه مصر عادي برضو. تمام. اللي هو البيبال، طريقه البيبال. طبعا انت بتضغط على اي طريقه انت عايزها، مثلا فودافون فانت بتضغط عليها وبتدخل طريقه السحب بتاعتك، وانتوا عارفين وانا شارحها كتير في فيديوهات سابقه. وبعدين اضغط على السهم ده. وطبعا انا كنت قايل لكم ان هوريكم اثبات سحب من اللعبه. لو جيت ضغطت على المحفظه اللي فوق دي، وطبعا انا كنت ساحب 38 جنيه دول اللي وصلوا لي على المحفظه بتاعتي، يعني اللعبه صادقه وكل حاجه. تمام. بعدين هنضغط على السهم ده. ودلوقتي هنخش اوريكم العمله الخضراء. هنضغط على العمله الخضراء برضو. وطبعا اقل مبلغ تقدر تسحبه من العمله الخضراء هو 530، واكتر مبلغ 1600 زي ما موجود قدامك اهو كل حاجه. وطبعا لو انت سحبت 1100 فبتاخد 2% زيادة على ال 1100. تمام. وطبعا انا كنت ساحب 530، وهتلاقي موجود عندك اهو اكتمل عمليات التعويض بنسبة 100% وسيتم الدفع لك فورا. لو جينا ضغطنا عليها الزرار اللي هو اللي تحت ده. وطبعا انا كنت ساحب 530 وهنا بيقولوا لي لازم اكمل الشروط ديت علشان اقدر اسحبهم، وهيديني مبلغ تعويض تاني فوق اللي هو ال 530 1600 اللي هو موجود قدامك اهو. بيقول لك التقدم الحالي 37، انا لسه ما تقدمتش اصلا. طب ازاي بقى بتتقدم؟ بتتقدم من خلال تنفيذ المهام اليوميه. يعني انت بتنفذ المهام اليوميه، مش مثلا من دعوه الاصدقاء زي الالعاب التانية، لا هي من المهام اليوميه فقط. يعني بيقول لك تسريع العادي يتوافر التسريع. لو جينا ضغطنا على كلمه استلامه هيدخلك على المهام اليوميه اهوت زي ما انا وريتك. تمام. طبعا طرق السحب لو ضغطنا على كلمه طريقه السحب هيظهر لك طرق السحب هي نفس طريقه السحب من العمله الذهبيه. وبعدين هنطلع كده. بس كده وده كان نهايه الفيديو. فما تنساش تدعمنا باللايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتصلي على سيدنا محمد في التعليقات وتدعي لاخواتنا في كل مكان، وبالتوفيق للجميع. سلام.